والنهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه قوي انتوا طلبتوها. هنعمل النهارده مقلوبه. في المقلوبه بتتعمل بكذا طريقه، واكتر ناس بيعملوا المقلوبه بالطريقه الصح وبطريقه حلوه قوي كل حبايبنا في فلسطين وفي العريش وفي ليبيا بيعملوها ما شاء الله عليهم. فاحنا النهارده انا اخترت لكم نوع مقلوبه سهل. ستات كتير قوي اشتكوا من المقلوبه وقالوا ان في منهم لما بيحطوها على بعضها في الحله والرز ني فبتبتدي ان هي تشيط وما بتطلع مش حلوه. فاحنا هنعمل النهارده طريقه للمقلوبه سهله قوي قوي قوي. بس قبل ما نبدا في المقلوبه، احنا النهارده موضوعنا عشان كلنا كده نتكلم وناخد وندي مع بعض. النهارده عاوزه كل حبايبي اللي يكلموني يقولوا لي كل واحد عنده مشكله حلها ازاي، واعتمد على نفسه ازاي وعرف يحلها، عشان ناخد وندي مع بعضينا ويبقى يومنا النهارده زي الفل. حتى كمان حبايبنا اللي بيبعتوا لنا رسائل على الشاشه، كل اللي عاوز يبعت الرساله بتاعته على عينينا وراسنا وهيشوفها، وهنقول له احلى كلام من اللي هو يحبه واللي هو عاوز نقول له ايه حل مشكلتك. بعد بقى ما هناخد وندي في حل المشكله هنعمل حاجه حلوه. قلت المقلوبه دي اسهل طريقه للمقلوبه، مقاديرها سهل: رز ولحمه مفرومه وبصل، ومعانا بطاطس طرنشات مش رفيعه، تخينه شويه محمله، وبتنجان وطماطم وملح وفلفل وبهارات وشويه كركم وزيت. تمام. اول حاجه هنعمله الرز. رز المقلوبه تقدري تعمليه احمر، تقدري تعمليه اصفر بالكركم، تقدري تعمليه ابيض، على حسب انت عاوزه الرز الحلو يعني لونه ايه او شكله ايه. الرز ده في ايديكي. تمام. اول حاجه بس لازم نشوف الميه دي لازم تغلي شويه. عبال الميه ما تغلي بقى نعمل حاجه حلوه. هنمسك الطماطم دي ونقطعها كده حلقات ما تكونش رفيعه، يعني ما تكونش رفيعه قوي، عشان دي هننزلها في قلب طاسه فيها زيت ناخدها وش كده، عشان دي المقلوبه دي احنا مش هنسويها فوق بعض، احنا هنرصها فوق بعض لكن مش هتتسوى في حله فوق بعض. دي اسهل طريقه ان انت تقدري تعملي بها المقلوبه بشكل حلو. اهو ست كريمه. ايوه معاكي يا حاجه غالي. ازيك؟ صباح الفل يا ست كريمه. والله يا ست غالي انا بقى مشتاقه قوي ليكي قوي من زمان قوي قوي، بحبك قوي قوي والله يا ست غالي. ربنا يخليكي. بس علوا لي صوت الست كريمه شويه. الله يخليكي يا ست غالي. عامله ايه والله؟ وحشاني قوي قوي، بحب حالاتك الجميله وانت ست جميله. تسلمي يا ست الكل ست كريمه. طب حاولي تكلمينا تاني يا ست الكل. الطماطم زي ما قلت هتعمليها طرنشات تكون محمله، عشان تنزليها في نقطه زيت في الطاسه يا دوبك بس تدبل، عشان لما ترصيها في قلب المقلوبه ما تبقاش نيه، لان كل حاجه عندنا هتبقى مستويه. تمام.